أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل ابعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات وإن شاء الله نلاقي الحل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. بعد 10 سنين من المعاناة والتضحيات علشان الخلفة وإن يبقى عندنا طفل، قررت بقلب موجوع إني أسمح لجوزي إنه يتجوز واحدة ثانية عليا، على الرغم من وعوده إني هفضل الوحيدة في قلبه، إلا إن ده ما كانش بيخفف من الألم اللي جوايا. وعلشان ما كانش معاه فلوس كفاية باع الدهب بتاعي علشان يتجوز بيه. دموعي نزلت على خدي وأنا بشوف كل تفاصيل الفرح وشهر العسل مع مراته الجديدة. بقى العريس ده هو نفسه الراجل اللي عشت معاه 10 سنين من الفرح والحزن، واللي كان بيشاركني أحلامي وأمالي. ليلة الفرح عشت في حيرة وجنون. قلبي كان بيسأل يا ترى هو مبسوط معاها؟ طب يا ترى هو فاكرني؟ العرسان حجزوا وراحوا مكان رومانسي علشان يستمتعوا بشهر العسل. افتكرت نفسي اول الجواز واني ما روحتش اي مكان علشان قال لي ان ظروفي الماديه ما تسمحش. بعد ايام قليله من رجوع العريس والعروسه من شهر العسل المليان بالفرحه، كلمني عن نظام جديد لتقسيم الوقت بينا، ليله معايا وليله معاها. ومع مرور الوقت وبعد ما خلفت مراته اتغير وبقى طول الوقت معاها. للاسف ما كانش فاكرني اصلا، وانا لوحدي تماما، نساني. وكنت خايفة اموت لوحدي او يحصل لي حاجة ومحدش ينجدني. كنت برجع بيتي وبتنقل كل يوم في بيت حد من اهلي او واحدة من صحباتي، وهو ما هنش بامره يسأل عليا اصلا ولا انا فين ولا بعمل ايه. كنت بحكي لهم عن اهماله وعدم اهتمامه بيا. وفي يوم رجعت شقتي وقعدت افكر مع نفسي واسأل نفسي، هل دي الحياة اللي بتمناها؟ هل لازم اعيش على الهامش واقضي باقي عمري مستنية دوري؟ يا ترى ايه الدور التاني اللي ممكن اعمله في الحياة دي؟ هو انا اتخلقت علشان اكون مكان هادي لجوزي يروح له لما يتعب من دوشة العيلة ومراته؟ ده اني افتكرني اصلا؟ هل ده الغرض يعني اللي ربنا خلقني عشانه؟ اسئلة كتير بتدور في بالي، بحاول الاقي اجابات ليها. مش عايزة اعيش حياتي كده مستنية دوري، عايزة اكون ليا دور فعال واشارك في الحياة. نسيت اقول لكم، ورثت عن والدتي وجدتي موهبة التطريز الفلاحي. كنت فخورة جدا بكل قطعة عملتها بإيدي، لكن حسيت الوقت جه إني أدور على هدف تاني في حياتي واستغل موهبتي دي وأقدرها علشان أقدر أحقق ذاتي وألاقي مكاني. جارتي نصحتني بسيدة أعمال معروفة عايزة تبدأ مشروع توظف فيه ربات البيوت في مجال التطريز التراثي المشهور عندنا في بلدنا. السيدة دي مغتربة وعايزة تبدأ المشروع ده بغرض الربح، يعني منها تساعد الأسر المحتاجة إنها تنتج وفي نفس الوقت هي تتولى التسويق في البلد اللي هي ساكنة فيها. حسيت ان دي فرصة عظيمة جدا اني استغل موهبتي واساهم في مشروع مفيد واحقق ذاتي في نفس الوقت. بدأت اشتغل بكل جد واجتهاد. كنت طول الليل اسهر اطرز والصبح اشرف على السيدات اللي موجودين في المشغل. الست دي عملت اول معرض لينا بره مصر وعجب كل اللي حضروه. بدأت اكسب فلوس تكفيني وتزيد، وبعد 3 سنين من بداية المشروع بقيت شريكة فيه بنسبة 40%. دلوقتي انا بستعد عشان اسافر علشان اشرف على معرض كبير. واحنا بقى بنخطط كمان نعمل خط انتاج جديد يدمج التطريز في صناعة الاساس، يعني مثلا تنجيد الكراسي والصالون والسفرة وكده يبقى متطرز. هاخد التدريب ده ولما اوصل هناك بحيث انه اعلم ناس جديدة وكمان اكتسب مهارات اعلى، يعني مشروعنا يتطور اكتر. اول بقى ما جوزي عرف وهو هيجرى له حاجة ورافض اني اسافر وعامل معايا مشاكل رهيبة. دلوقتي افتكرتني بعد ايه؟ بعد كل الايام اللي عشتها لوحدي ودموعي على خدي وانا خايفة اموت لوحدي. قلت له خلاص طلقني. عايرني وقال لي انت تحمدي ربنا اني كنت سايبك على ذمتي اصلا واستحملت ال10 سنين اللي فاتت. واحده غيرك كانت تديني كل فلوسها، مش تيجي تبجحي فيا وتطلبي الطلاق. وقال كلام كتير جارح. على فكره انا مش زعلان، انا حاسه بسعاده كبيره ومش ببكي على حظي، بالعكس. احيانا العقبات اللي في حياتنا واللي بنفكرها محن كبيره بتبقى منح عظيمه جدا من ربنا ومكافاه لجزاء الصبر. دلوقتي بقيت بفكر ازاي اساعد غيري واطور نفسي واساعدها. بشوف الحياة من منظور اكبر واشمل. ربنا كان عايزني اخد دور مختلف، اساعد ستات كتير يكون لهم حياة كريمة ومصدر رزق ليهم ولولادهم. وربنا كمان حب ينقذني من الحياة مع راجل اناني مش شايف غير نفسه. وبدل ما يكون عندي طفل واحد بقى دلوقتي عندي عشرات الاطفال اللي بسأل عنهم وبشرف على احوالهم. اخيرا اتصالحت مع نفسي وحبيتها.